بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي مع درس جديد من دروس برنامج جيم. النهاردة هناخد درس بعنوان Image Layers أو طبقات الصورة. Image consisting of several layers is represented as follows. زي ما انتم شايفين يا جماعة the image layer دي طبقات الصورة. يعني هتلاقي هنا مثلا الطبقة الأولى أو اللاير الأولاني في الصورة دي، بعدين اللاير الثاني في البوك أو الكتاب، بعدين كلمة جيم، بعدين الخط، بعدين الكلمة دي. لما نجمع الطبقات دي مع بعض تكون في الآخر الصورة بتاعتنا دي. يبقى أنا لما بجمع اللايرز دي بتكون الصورة. تمام؟ The image in its final. يبقى دي الإيمج لايرز ودي الايمج النهائيه، الشكل النهائي للصوره. خلاص؟ طيب عايزين نعرف طبعا لما انا من بعرض نافذه الويندو الخاصه باللاير، عايزين نعرف مكونات نافذه اللايرز او طبقات الصوره. اول مكون اللي هو رقم 1 جنبه علامه الاي دي اللي هي العين. تمام؟ دي فايدتها ايه؟ layer visibility to make the layer visible or invisible. يعني الكلام ده يعني بتخلي انا لما بضغط على الاي دي او العين دي كليك مره بخفي الصوره، طب كليك مره ثانيه بظهر الصوره. يبقى الاي دي لما بتظهر يبقى الصوره كده ظهرت، الاي تختفي يبقى الصوره كده ايه؟ بتختفي، visible او invisible. تمام. المكون الثاني layer thumbnail is a mini format of the layer and the layer name. عبارة عن ايه؟ عبارة عن شكل مصغر للصورة، تمام؟ بهذا الشكل، وجنبها layer name اسم الطبقة. يبقى تاني شكل مصغر للصورة وفي نفس الوقت بيجي جنبها ايه يا جماعة؟ اسم اللاير، layer name. ده المكون الثاني. طيب المكون الثالث new layer to add a new layer. فين المكون الثالث؟ اهو. تمام؟ شايفين الورقه دي معناها ايه؟ ان انا هعمل new layer، يعني انشاء طبقه جديده، create a new layer. طيب رقم 4 raise layer to move the layer to the highest level. تمام؟ اللي هي رقم كام؟ 4. يبقى ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ريز لاير، يعني بيحرك، بيغير ترتيب الايه؟ اللاير، بيخليها الاعلى. ريز لاير يعني بيخلي اللاير دي لاعلى، اب. طيب رقم 5 lower layer to move the layer to a lower level. معناها lower layer يعني معناها بيحرك اللاير لاسفل. يبقى 4 raise layer بيحرك اللاير لاعلى، و5 lower layer بيحرك اللاير لاسفل. duplicate layer to copy the current layer. duplicate اللي هي رقم 6 بتعمل ايه؟ بتعمل كوبي من اللاير، نسخه من اللاير. تمام؟ طيب delete layer to delete the current layer. اخر واحده اللي هي رقم 7 حذف اللاير، delete لللاير. خلاص؟ دي مكونات نافذة اللاير داخل برنامج الجيم. طيب نشوف الجزء العملي كده. ندخل على الجزء العملي ونفتح برنامج الجيم بهذا الشكل. ادي نافذة اللاير اللي كنا بنشرح فيها. تمام؟ انا عايز اعمل لاير جديدة. يبقى انا هعمل ايه؟ هنزل تحت عندي علامة البلس دي واقول له كرييت نيو لاير. تمام؟ هسمي اللاير دي وليكن مثلا عمر. تمام؟ واجي هنا بختار اللاير دي اخليها شفافه، ترانسبيرنسي، ولا وايت، ولا باك جراوند كلر، ولا فور جراوند كلر. يبقى هنا بتحكم في لون اللاير. انا عايز اخليها وايت، هختار وايت واقول اوكي. تمام؟ كده انا عملت لاير جديده. هتلاحظوا ان الصوره اختفت. ليه اختفت؟ لان اللاير الجديده غطت على الصوره.
ادي الصوره يا جماعه لما اضغط عليها كليك بهذا الشكل. تمام. طيب اعمل ايه بقى عشان اظهر الصوره؟ اطلع الصوره فوق اللاير الجديده. يبقى انا هعمل ايه؟ ريز لاير. حركت ايه؟ الصوره، خليتها فوق لون الخلفيه. طيب ممكن اظهر الخلفيه دي ازاي؟ بص كده، انا هرجع تاني هعمل لها ايه للصوره؟ هنزلها تحت. يبقى انا هختار ايه؟ لور لاير. جميل. انا عايز اظهر الصوره من غير ما احرك اللاير، اعمل ايه؟ هضغط على علامه الاي دي، ظهرت الصوره. يبقى انا كده ايه؟ عملت ايه؟ انفيزابل للصوره. فيزابل وانفيزابل اهو. وانت عايز تظهر او تخفي تضغط على مين؟ على فيزابل وانفيزابل اللي هي علامه الاي او العين دي. تمام. طيب كده اظهار الصوره واخفاء الصوره. طب جميل جدا. انا عايز اعمل كوبي من اللاير دي، من الصوره دي. اعمل كوبي ازاي؟ هضغط على دبليكيت لاير. ضغطنا على دبليكيت لاير، عمل ايه؟ عمل نسخه من اللاير دي، الصوره. طيب عايز احذف اللاير دي، مش عايزها، احذفها ازاي؟ اضغط على علامه الاكس اللي هي ديليت لاير، حذف اللاير. جميل جدا. عرفنا ازاي نحذف، ازاي نعمل دبليكيت لللاير، ازاي نحرك اللاير لاعلى ريز لاير او لاسفل اللي هو لور لاير. تمام. وازاي نضيف لاير جديده. تمام. طيب انا عندي علامه التكست دي، هضيف لاير جديد. مثلا هقول نيو لاير. المره دي مش باللون الابيض، انا هخليها ايه؟ باك جراوند كلر. واوكي. تمام. طيب ده لون الباك جراوند. طب الفور جراوند اللي هو اللون ده هعمل ايه؟ الفوشيا ده. طب انا هعملها ازاي؟ برضه هقول له نيو لاير وهي اقول له فور جراوند لاير، فور جراوند كلر. اوكي، هديك اللون الفوشيا. خلاص كده. جميل جدا. طيب عايز اكتب اسمي، هكتب ازاي؟ شايفين الاي دي تكست تول، الاي كابيتال دي، وارسم واروح كاتب اسمي. اكتب مثلا عمر. مش باين ليه بقى يا جماعه؟ عشان لون الكتابه هو لون الخلفيه. وانا هاجي هنا عند لون الكتابه اغير واخليها بلون تاني وليكن لون ازرق. واوكي، واكتب عمر. ايه برضو اغير لون الكتابه واكتب عمر. جميل جدا، كتبنا. طيب عايز اغير حجم الكتابه اهو، حجم الخط، السايز، كبرتها، كتبت اسمي. جميل جدا. حلو. هتلاحظ ان هو عمل لاير جديده كتب فيها النص بتاعي اللي هو مين؟ عمر. كويس خالص. طيب لو عملنا كده، جينا هنا ورحنا عملنا ريز لاير، اختفت ليه؟ لان الطبقه اللاير دي غطت على الاسم. طيب لو عملنا كده ظهر الاسم اهو، اخفينا واظهرنا. تمام. طيب عايز احطها فوق دي، فوق دي، يبقى انا ايه؟ هعمل ريز لاير. جميل جدا جدا. تمام. تمام. دلوقتي لو احنا عايزين مثلا نلغي لاير، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنضغط على اللاير دي ونقول ديليت لاير. نفس الكلام اهو، ديليت لاير. نشوف كده ايه التأثير. كده انا اخفيت اللاير دي بتاعت الكتابة. لو عملنا لاير جديدة، نيو لاير، وخليناها مثلا بلون مش الفور كلر، لا الباك كلر، واوكي، هتلاحظ ان الكتابة اختفت. يبقى اللاير بتاع الكتابة اهو. تمام. اروح اقول له ايه؟ ريز لاير، هطلعها فوق. تمام. ده بالنسبة لللايرز. طيب انا عايز هحذف الكلام ده خالص اهي. اللاير دي اضغط عليها كليك، ديليت لاير، ديليت لاير. تمام. هتلاحظ كلمة عمر موجودة فوق مين؟ فوق الصورة. تمام. طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي هنا لاير اهي بتاع الكتابة، وعايز موف. خلي بالك، موف ذا اكتيف لاير، موف ذا اكتيف لاير. لو انا ضغطت على الاختيار الاولاني
مش هيحرك الاكتيف لاير. لازم انا اقول له ايه موف ذا اكتيف لاير، واروح اعمل كليك شمال عليها وابتدي احرك الكلمه بهذا الشكل مثلا. تمام، ادي اتحركت الكلمه بهذا الشكل. تمام. طيب انا عايز احذف اللاير دي بتاع الكتابه، اروح اقول له ايه ديليت لاير. خلصت الصوره بتاعتي وعايز اطلعها بره برنامج الجيم بحيث ان هي تتفتح عادي. اقول له فايل اكسبورت، اكسبورت يعني تصدير، اكسبورت، واختار هنا طبعا هنا بكتب اسم الصورة وليكن مثلا اي اسم عمر دوت بي ان جي. تمام، واقول له اكسبورت واقول له اكسبورت يعني. هتلاحظ ان هو بيعمل ايه بيصدر الصورة بيطلعها بره الجيم. خلاص، ده بالنسبة كان درس النهاردة اللي هو image layers أو طبقات الصورة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.